حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بامر الله هنعمل مع بعض صينيه بطاطس باللحمه الضاني بطعم وريحه زمان. طريقه سهله جدا بسيطه، مش هنضيف بهارات كتير عشان طعم البطاطس يبقى بطعم وريحه كده زمان. بجد طعمها هيبقى خطير. بصي كده معايا دي لحمه ضاني غسلها كويس جدا كده تحت الميه الجاريه. انا هعملها ايه، ني في ني يعني كله في صينيه وانا واقفه. مش هتاخد معانا 5 دقايق. هنشوفوها ازاي، هنشوفوها مع بعض عملناها ازاي. طريقه سهله جدا وبسيطه وان شاء الله تعجبك وتبقى سهله وخفيفه على قلبك. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. جبت الصينيه اللي انا هدخلها الفرن او هعمل فيها البطاطس على طول. انا هدخلها الفرن كده، رصيت فيها اللحمه بتاعتي وهديها رشه كده من الملح وهديها رشه من الفلفل الاسمر. انا يعني بتبل كده اللحمه بتاعتي. هديها رشه من البابريكا بالشكل ده، وهديها لو في طبعا ورق لورا هحط. انا ما عنديش، هحط كام ايه، فص مستكه كده مع حبهان. وطبعا لو عندك بشره جوز الطيب تبقى ايه عسل. فدلوقتي بقى خلاص هاخد اللحمه بتاعتي اقلبها بالشكل ده. بقلبها كده، هركن اللحمه بتاعتي في التتبيله دي كده نص ساعه بس، وهبتدي ايه اجهز صينيه البطاطس. وبعد مرور نص ساعة كده، طبعا كل ما بتبقى في التتبيلة وقت اطول بتبقى طعمة ولذيذة وده يبقى كده معايا. بص انا قلت ان احنا هنعملها كلها في صينية واحدة، يعني ولا مواعين ولا غطيان ولا هتغسلي حلل ولا هتغسلي اي حاجة. جبت دلوقتي البطاطس بتاعتي طبعا مقشراها، ببتدي ان انا اقطعها حلقات بالشكل ده. وهنا الحلقات نراعي ان احنا حاطين اللحمه نيه. يعني ايه، يعني ما احطش الحلقات تكون رفيعه قوي، لا بحطها وسط كده بالشكل ده، بحيث ان ما تتهرش معايا، تطلع دايبه دوب كده واللحمه تكون مستويه. وقطعت البطاطس اهو انا بتكلم معاكم. وعندي برضو بصلتين كده، هبتدي ان انا اقطعهم كده حلقات بالشكل ده. وهنا بقطع البصل بتاعي حلقات. قطعت البصل بتاعي حلقات بالشكل ده. جبت بقى كده فصين توم من الفريزر، ببتدي بقى ان انا اقطع كده فصين توم. بقطع كده فصين توم، ما بتاخدش وقت، ما بتاخدش جهد. ما بت... يعني ما بنستخدمش فيها او بنستهلك فيها مواعين. طعمها بيبقى خطير زي ما احنا شايفين. قطعت كده التوم، فصين توم. معايا برضو فلفلايه كده، فلفل حار كان برضو عندي في الفريزر كده شايلاه. ببتدي ان انا اقطع كده ايه، نص ايه يعني نص قرن فلفل عشان ما تبقاش ايه حاميه قوي. حابه طبعا زودي براحتك، اذواق. ودلوقتي كان عندي كده 3 طماطمات ونص، ضربتهم في الخلاط ونزلت بيهم مع البطاطس. هبتدي بقى دلوقتي احط نص معلقه صغيره فلفل اسمر، ولو مزوده في تتبيله اللحمه خلاص، لان انا طبعا هقلب كله في بعض. وهحط ملح كده، وهحط تاني بابريكا، شويه بابريكا. وزي ما اتفقنا ورق لورا ومستكه وحبهان بيدي البطاطس طعم حلو جدا. طبعا بقى صينيه البطاطس دي يا جماعه بالرغم ان هي معموله باللحمه الضاني، بس برضو ما نستغناش عن حته سمنه فلاحي عشان تديها طعم وريحه كده. وهنا نزلت كده بحتتين من السمنه الفلاحي، ما كترتش طبعا كده عشان انا طبعا اللحمه هتنزل دلوقتي السمين اللي فيها كده. صينيه البطاطس همسكها بقى اقلبها كويس جدا. بقلبها طبعا انا حاطه ايه بطاطس لسه ما استوتش اللي هي ناشفه، وحاطه طبعا اللحمه، فلازم ان انا ايه مش هعرف اقلبها بمعلقه، هقلبها بايديا بالشكل ده. وطبعا هشوف الملح، لو محتاجه ملح تاني هتضيفي ملح. وهقلبها كده كلها في بعضها بالشكل ده. قلبت البطاطس كلها وكانت محتاجه شويه كده من الملح، ضفت ملح ورجعت تاني قلبتها. هبتدي بقى دلوقتي اغطيها كده ورق ألمونيوم. طبعا هحكمها كويس جدا عشان طبعا البخار فوق يعني كده. هغطيها كويس، عندي ورقه ألمونيوم كده. هغطي صينيه البطاطس، هرفعها على النار ربع ساعه بس
يعني بمجرد اللحمه تسخن، البطاطس الصينيه تسخن، وبعد كده هدخلها الفرن. هتقعد معايا ساعه وهنشوف احلى بطاطس، وهنختبر سوى اللحمه وهنختبر سوى البطاطس مع بعض. يلا بقى استنوني. وده شكل صينيه البطاطس. عايزه اقول لك بقى ان ريحتها في منتهى الجمال، ريحه الحبهان كده مع المستكه، ولو كان في ورق لورا كنت حطيت. استوت وطعمها في منتهى الجمال، لونها حلو جدا. عايزين بقى نختبر كده سواها مع بعض. بصوا يا جماعه لونها بجد خطير. حابه تحمري البطاطس اكتر من كده حمري بجد، بس هي احمرت اهي معايا. بصي كده، هنشوف بقى كده اللحمه مع بعض. بصي كده لون اللحمه، لون البطاطس، سهله بسيطه بجد، حلوه قوي. يلا بقى جنب شويه رز ابيض، شويه رز بشعريه، برام رز، بالعيش الاسمر. بصي استوت ازاي كده معايا. بصي اللحمه بقى كده استوت وده بتدوب، استوت كده وده بتدوب مش كده. بصي بالمعلقه اهي بتتقطع وده يبقى. بصي اللحمه، بصي لونها بجد في منتهى الجمال. الصوص اللي نازل دوت كده على شويه رز ابيض او بالعيش، جنب ليمون مخلل، جنب فلفل بشرش، جنب لفت، جنب اي حاجه. بحبكم في الله احلى اخوات. ما تنسونيش بقى في اللايك، لايك والاشتراك. سمر ابو العيله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن حبايب قلبي.